خليني اعرفك بقصة لص وسفاح، ومش اي لص ولا اي سفاح، ده كان مقرب لفنانين الجيل اللي فات. منهم مين؟ عبد الحليم والشاعر كمال الشناوي والكاتب الصحفي مصطفى امين، وكانوا اصحابه خالص وبيتعاملوا معاه عادي لحد ما اتكشف. وبسبب قربه من بعض الفنانين، وبسبب انه كان عنده دار نشر بيستخدمها كستار، وبسبب ان اتكتبت عنه الكتير من الروايات والافلام، لما اتقبض عليه اتسمى بيه اللص المثقف او السفاح المثقف، وهو محمود امين سليمان. اول جريمه، والله مكسوفه وانا بقولك ان هي جريمه، ولكن اول جريمه ارتكبها محمود كان عنده 7 سنين. وسرق ايه بقى يا ايه؟ سرق 4 خيارات، 1 2 3 4 خيارات. بس بص النطه بقى، اول مره اتقبض على محمود كان عنده 9 سنين. ليه؟ لانه انضم لعصابه وهو عنده 9 سنين. العصابه دي كانت مهمتها ان هي بتسرق منازل الاثرياء، وكان دور محمود انه يتسلق الاسوار العاليه بسبب رشاقته وخفه وزنه، ما هو صغير بقى في السن. وبعدين اتقبض عليه، ولكنه اتسلم لاسرته لانه كان صغير في السن. محمود من اخطر القتله المتسلسلين اللي عدوا على تاريخ مصر. ليه بقى؟ يا ترى عمل ايه؟ تعال احكي لك. محمود لوحده مرتكب 58 جريمه سرقه، وهو اللي معترف بيهم. وما كانوش اي سرقه كده وخلاص، لا، دول كانوا سرقات من العيار التقيل. يعني عندك مثلا سرقه لفيلة امير الشعراء احمد شوقي، ومن ضمن الحاجات اللي سرقها كانت نخله ذهبيه، يعني مصنوعه كلها من الذهب، وكمان اللؤلؤ، كانت مهداه لامير الشعراء من البحرين. ومنهم كمان محاوله سرقه لمنزل ام كلثوم، وفي مصادر بتقول انه سرق المنزل فعلا. نيجي بقى للحته اللي كلها تشويق، ازاي محمود وقع في ايد الشرطه؟ الحقيقه محمود اتقبض عليه مرتين. اول مره لما بلغ عنه اخو زوجته لانه اكتشف انه سارق، ولما اتقبض على محمود قال على 58 جريمه كلهم. ولكن محمود قدر يهرب لانه كان بيشك ان في علاقه ما بين المحامي بتاعه وزوجته. محمود قعد يدور على المحامي بتاعه في كل مكان المحامي ده ممكن يروحه، ولكن ما لقاهوش، فقال خلاص اتخلص من مراتي الاول. وفعلا لقاها وضرب عليها نار، ولكنه ما صابهاش هي، اصاب اختها، قامت ماتت، فقام هرب محمود. طبعا انت فاكر انه هرب عشان يدور على المحامي، ولكن مش ده اللي حصل. محمود راح قتل الموظف لانه كان بيشك ان الموظف ده على علاقه باخته الصغيره. وفي سكته عمل كام محاوله سرقه على 8 جرائم قتل، لان الهرب ده بفلوس يا جماعه، والهرب ده ببلاش، الراجل محتاج سيوله عشان يعرف يهرب بيها. وبعد كل اللي حصل ده محمود قعد يفكر، اروح فين اروح فين؟ قال بس هروح مسقط راسي هنا. وفعلا محمود لقى شاحنه. هي شاحنه يعني ايه صحيح بالعاميه؟ مش عارفه، عربيه نقل مثلا. يعني بص، هو عامه لقى شاحنه خلاص. وفعلا محمود لقى شاحنه ووقفها. قال له رايح هنا يا اسطى؟ قال له لا، انا رايح بني سويف. قال له ماشي يلا ما يضرش. لكن في نص السكه السواق اكتشف ان اللي معاه ده اللص والسفاح اللي مدوخ مصر كلها. مؤسسة الشرطة وقتها كانت أعلنت عن جايزة قيمتها 1000 جنيه للي يبلغ عن السارق. ولو مستقل بال1000 جنيه، فال1000 جنيه دي كانت مبلغ كبير قوي وقتها، يعني حوالي 2.5 مليون بحسبتنا اليومين دول. المهم السواق وقف عند أقرب نقطة مرورية وقال لمحمود معلش أنا هنزل أوري الظابط الرخص. طبعا واحد بعقلية محمود ما يدخلش عليه الكلام ده، وللأسف السواق كان ناسي مفاتيح العربية جواها. فمحمود استغل الفرصة وضرب على الشرطة نار، وأصاب واحد منهم وموته، وقام واخد الشاحنة وطلع يجري. بعد 19 ساعة الشرطة قدرت توصل للشاحنة، ولكن محمود ما كانش جواها. ولكن لأن غلطة الشاطر بجون، فمحمود نسي جواها الشيء اللي هيتسبب في انه يقضي عليه، وهو لبسه. محمود كان شاطر جدا 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 في التنكر، لذلك هو غير هدومه بسرعة وتنكر في شخصية انسان تاني جديد بقى ايا كان هو مين، وساب لبسه القديم في الشاحنة. وده اللي خلى الكلاب البوليسية تقدر توصل لمحمود اللي كان مستخبي في مغارة بجبل حلوان. حصرته رجال الشرطة لمدة 75 دقيقة، ولكنه رفض الاستسلام، فحصلت مواجهة ما بينهم انتهت بمقتل محمود ب17 رصاصة.